السلام عليكم. بتكلم النهاردة عن مشكلة خطيرة جدا حصلت في البطارية اللي قدام حضراتكم دهيت. وطبعا المشكلة دهيت بتوضح لنا دايما ان احنا لما نربي بطارية نجيب البطارية المناسبة للطيور بتاعتنا علشان ما تحصلش مثل هذه المشكلة. طبعا البطارية اللي قدامنا دهيت في فوارغ هنا هيت فاضية، سلك واسع سلك ضيق، يعني معمولة بدائية جدا. وممكن نعمل حاجة يعني احنا نصنعها، بس نصنعها بطريقة افضل من كده. طبعا البطارية كان فيها سمان يعني المربي دهوت سيبه على الارض بسبب يعني كسر الجناح دهوت. شوفوا الجناح العظمة اتكسرت ازاي. طبعا هي ماسكة على يعني حتة جلدة ماتت، فبالتالي هقصها لانها طبعا يا عيني مضايقاه. والطيور عمالة بصوا سايب خالص، اللي هو نص الجناح الخارجي سايب خالص. فطبعا دوت بسبب البطارية. الجناح طبعا ممكن يكون اتزنق هنا او هنا، جه طلعه دخل بين اي حاجة فاتقطع. فطبعا هو ماسك على حاجة بسيطة جدا، هنقصه بالراحة جدا علشان يعني الطيور بيدوس عليه بينقروا فيه يا عيني، مضايقه بيدلدل منه على الارض. طبعا هو بقية الجناح اهوت على جسمه، والنص التاني بصوا دوت بسبب تأثير البطاريات اللي هي بنصنعها، اللي هي مش معمولة كويس ولا بطريقة كويسة. فطبعا دوت طائر لابد ان احنا نحافظ عليه علشان يعني ما يحصلهوش حاجة زي كده، ممكن يموت، راسه تتزنق مثلا، رجليه، اي حاجة. فلابد يا جماعة ان احنا لما نربي اي طيور في بطارية في اي مكان يكون المكان مناسب ليها. فطبعا الجناح واقف على حتة جلدة وريشة كده صغنطوطة، هنقصه علشان يعني ما مضايقه فعلا، بشوفه بيصعب عليه فعلا. وطبعا بعد ما نقصه طبعا هو بدأ يعني ايه يعني مضايقه صراحة. وفي هوت العظمة اللي هنا ديت عايزة طبعا تندهن جنتيانة او حاجة، علشان الوضع كده وضع مش كويس خالص. شكرا لحضراتكم، وان شاء الله اتواصل مع حضراتكم في اي معلومة تفيد حضراتكم.